صباح الخير والسلام والمحبة. تعالوا كده نشوف يوم الجمعة زمان كان عامل ازاي، ايام ما كنا اطفال عصافير خضر. لم تحترق قلوبنا غلا وحقدا وحسدا. تعالوا كده نرجع نشوف يوم الجمعة ده كان ازاي واحنا اطفال. كنا نصحى الصبح، انا هتكلم عن نفسي. نصحى الصبح كده واحنا فرحانين وسعداء ان النهارده الجمعة. نروح عند الحاج محمد علي قطب نشتري طعمية سخنة وفول وعيش، ونرجع نفطر في أسرة جميلة مكونة من أب وأم وأشقاء إخوات، بكل فرح وبكل جمال وبكل إحساس بالسعادة. كنا فاكرين إن الحياة هتفضل وردي كده على طول. بعد ما نخلص الفطار على الساعة 10 ونص تيجي برنامج اسمه سينما الأطفال. سينما الأطفال ده كان عشق سرمدي لا نهاية له. جمال وحاجات كده. كنا نتفرج على سينما الأطفال دي، كانت بتخلب العقول، كانت بتسحرنا واحنا بنتفرج على الساحر أوز، سنو لايت والأقسام السبعة، الثور الأحمر الناري. حاجات جميلة، حاجات بديعة، مع صوت ماما سامية الهلاوي لما كانت بتقول: ويا ولاد النهاردة الثور الأحمر الناري هياخد الأميرة الجميلة وينزل بيها البحر، ولكن ستيف مش هيسيبها. ستيف هيفضل يتكلم مع جونس ومش عارف يعمل ايه. جمال وإبداع. تخلص من هنا سينما الأطفال، نحاول على القناة التانية نلاقي فيلم ابن حميد بتاع إسماعيل ياسين، أو الفيلم بتاع الموميا اسمه حلال عليك، هو عبد الفتاح القصري. يا على قمة الجمال والإبداع والحياة الجميلة اللذيذة اللي الواحد كان بيعيشها زمان. ندخل نستحمى ونلبس الجلابية ونحط برفان ونحط ريحة. كان اسمها ريحة على فكرة زمان، كان اسمها ريحة، حط ريحة. وكانت وان مان شو. ايوه كانت وان مان شو. ما كانش فيه بقى اللي هي الحاجات الجديدة الحديثة اللي اوديتو ولا مش عارف فيفك كيك، مفيش الكلام ده. المهم كنا نحط الريحة ونطلع نروح نصلي الجمعة في احترام وجمال وإبداع. واحنا بنصلي كده في روحانيات، حتى واحنا أطفال كنت أقعد جنب أبويا كده وهو بيصلي وأتأثر بالخطب. على فكرة الخطب زمان برضو، الشيوخ زمان كان ليهم طعم، كان ليهم طعم. يعني كان الشيخ من دول لما يتكلم ويخطب تحس ان انت كده حاسس برهبة، تشعر برهبة الموت، رهبة الحياة. تخلص الخطبة بتاعت الجمعة، كل واحد يروح بيته. نطلع من الجامع نلاقي الراجل بتاع العربية بتاعت البطيخ والخوخ واقف عمال يبيع. الناس كانت بتحب بعض، كان في حب، كان في تآلف، كانت الناس بتشتري، وكانت يعني بيجودوا ببعض الفواكه وبعض الحاجات لبعض. كان كل واحد يشعر بجاره. والله دي كانت حقيقة أنا شفتها. يعني أنا من جيل الثمانينات شفت هذه الحقائق وعشتها. عشت لما كانت أمي كانت بتعطف على جارتها، وجارتها تيجي تدينا مثلا ترمس، تدينا فول نابت تدينا. فأنا عشت هذه الحياة، عشت هذا الجمال، وعشت هذه الطيبة اللي كانت في النفوس. نرجع البيت نتغدى، حتى الغدا كان ليه طعم، حتى الملوخية الخضراء دي كان ليها طعم. كان أكل كده بسيط على قد الناس، وكانت الحياة جميلة، وكانت الناس بتحب بعض. وحتى الأكل بقول لكم كان فيه ريحة حلوة كده. هذه الريحة اختفت، مفيش منها دلوقتي. ننام، اللي هينام ينام واللي هيصحى يصحى. بعد كده نصحى نتفرج على الفيلم بتاع الفك المفترس. كان دايما بيعرضوه برضو يوم الجمعة على القناة التانية، فك المفترس. على الرغم من ان هذا الفيلم قطع منه كثير، ليه المشاهد الدموية والحاجات اللي هي فيها اللي هي، بس كنا نشعر بسعادة وجمال واحنا شايفين الفك المفترس ده وهو طالع. وبيطلع بياكل الناس على الشط
فاكر لغايه لما الراجل اللي هو في النهايه خالص هيحط له البتاع ويفجره. فكنا نتفرج على الفك المفترس نشعر بسعاده. سينما الاطفال سعاده، فيلم اسماعيل ياسين سعاده، ما كناش بنحمل هم، ما كانش فيه اي هموم. وكانت في قناتين بس، الاولى والثانيه. تخيل انت يعني انت قاعد قدام الاولى والثانيه وما كانش فيه ريموت، ما كانش فيه ريموت. كنت انت تقوم تحول القناه بحب. ايه روح يا احمد، لا حول انت يا حماده، لا حول انت يا محمود، لا حول. بعد ما نخلص ويخلص الفيلم او يخلص المسلسل اللي احنا بنشاهده، يجي بابا الله يرحمه. كان في بقى حاجه اسمها اتاري. الاتاري ده كان شرايط صفرة كده بتتحط. ما كانش طبعا في كمبيوترات والحاجات دي والكلام ده كله. كان في حاجه اسمها اتاري بيركب ترانس، بيركب على شاشه او تلفزيون، تفضل تمسك في الدراع وتحرك في العربيات. حتى الالعاب بتاعه الاتاري كان فيها فن، مش عربيات بتسابقها وبس، لا، كان في فكر، كان في ذكاء، كان في حركه. يعني انت وانت بتلعب بالاتاري انت شايف العربيه رايحه فين وجايه من فين، طب هتحودها ازاي، طب هتعملها ازاي، هتوصل ازاي لخط النهايه بالظبط. زي اللعبه اللي انا كنت دايما بحب العبها وهي لعبه المتاهه. واحد تاني بيلعب قصادي، انا لون اصفر تقريبا وهو لون اخضر ايا كان، وكل واحد فيه ماسك الايقونه بتاعته عايز يطلع بيها من خط النهايه. الحمد لله انا كنت دايما متفوق في هذه اللعبه. مش بس دي، كنت متفوق كمان في التريك تراك. طب مش بس دي، كنت متفوق في الشيحة مليحة، السبع طوبات. كنت متفوق في الكورة. الحاجة الوحيدة اللي انا ما كنتش متفوق فيها، معلش يعني اعذروني ان انا بطول على حضراتكم، ولكن لغاية لما نوصل للمكتب بس. الحساب. كنت اكره الحسابات، ما كنتش احب الحساب، وكنت اكره حصة الرياضة، حساب، الجبر، الهندسة، ما كانش ليا في الحاجات دي. هي طباع ناس وطباع بشر. في ناس كنت اعشق التاريخ، اعشق الفلسفة، اعشق علم النفس، اعشق الحاجات اللي هي فيها فكر. لكن الحاجات اللي فيها تشغيل دماغ واحسب وقص وبص وكس ونص، الحاجات دي ما اعرفش، ما احبهاش يعني. والعلوم كمان كنت احب العلوم، كنت احب الاحياء، كنت اكره الجغرافيا، ما احبش الجغرافيا، التضاريس والحاجات دي. اذا اعشق التاريخ، العلوم، الفلسفه، علم النفس، العربي، هذه اللغه الجميله العظيمه، لغه اجدادنا وابائنا اللي لغايه النهارده فيها كنوز ولسه مفيش حد عارف يوصل لقرارها. عشان ما اطولش على حضراتكم، كنا بنتفرج، نخلص لعبه الاتاري طبعا على خناقه، انت عملت، لا انت سويت، يجي بابا الله يرحمه تك تك تك، انت هو شيل واروح شايل الاتاري وشايل مش عارف الايه وبتاع كعقاب. بعد كده ندخل اللي عنده هوايه رسم، عنده هوايه كتابه كتب، عنده هوايه قراءه قصص. انا الحمد لله كانت عندي هوايه قراءه القصص دي، تشتري القصص من الحاج حسن كشك الله يرحمه في المجمع. كنت اشتري دايما كتب الهلال دي بالنسبه لي كانت جمال. كنت واشعر وانا بقرا كتب الهلال دي، كان كتاب صغير كده مكتوب عليه من ورا سلاح التلميذ. هذا الكتاب كنت يعني كنت بنتظر كل شهر، كل اول شهر كان بيجي الكتاب تكملته يعني. وبعد كده كنت اعشق مجلد السندباد البحري، كتب ألف ليلة وليلة الجميلة العظيمة. حاجات كتير كانت في الطفولة بتاعتي لا يشاء المكان ولا الزمان اني انا لو فضلت اسرد فيها عمري كله مش هوصل لنهايتها. اللي انا حكيت لكم فيه ده، كل اللي انا حكيته ده ربع يوم من يوم الجمعة اللي احنا دلوقتي. النهارده يوم الجمعة، انت مش عارف تعمل فيه ايه، انت عايز تنام في يوم الجمعة، ويا ريتك بتعرف تنام. الحديث بقية ان شاء الله، الحديث بقية عشان نتكلم على فولا ما يطلبه الاطفال، موكلي، فتى الادغال، كرتون، سينما الاطفال، نادي السينما، درية شرف الدين. لينا لقاءات كثير ان شاء الله على هذه المنصة.
وهنحكي كتير بإذن الله. صباحك وردي.